السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعينا الكرام. اليوم اجاني سؤال فاثار اهتمامي من حيث التواصل مع الناس. مثل ما انتم تعرفون العلم يبدأ في السؤال، يعني انت شقد ما تطرح سؤالك بطريقة علمية راح تستخرج من عندي جواب علمي ينشر العلم ويطلع ما بمكموني من علم تستفاد انت منه والآخرين. ولهذا حبيت انطي هذا السؤال رقم 10 وجاوبه على العام على مود تنتشر المعلومات ويصير وعي كافي للمجتمع من مبدأ زكاة العلم بنشره. هذا السؤال رقم 10 له علاقة بألم بالعضلة وليس انزلاق. آلام الظهر لا تعني بالضرورة انزلاق، اطلبوا الأدلة. هذا العنوان الكامل للفيديو. رجل عمره 43 سنة ووزنه 99 كيلوغرام يقول عنده ألم في الجانب الأيمن من الفخذ عند المشي لفترة، يكون الخدر في الإصبع الكبير وألم أسفل الظهر. يختفي الألم عند التوقف أو الجلوس. انتبهوا أخوان، يختفي الألم، هذه معناها مو انزلاق. الانزلاق ما يختفي به الألم إذا توقفت أو إذا قعدت. من خلال تدوير الورك يحس إنه الألم بالعضلة اليمنى للظهر. الطبيب يقول عندك انزلاق. دزلنا هاي الأشعة، يعني صراحة هاي الأشعة صدمة، وتشخيص الطبيب هم صدمة أخرى. يعني أنا اسمحوا لي أحكي لكم شوية بالجلفي. هاي الأشعة كان يمكن الأوروبيين يستخدموها بالحرب العالمية الثانية، يعني قبل أكثر من 70 سنة. إحنا نقول عليها بالعراقي بالجلفي سودة مصخمة. يعني هاي الأشعة أخوان أولا جانبية فقط، يعني منقوصة، المفروض تصير أشعة من الأمام وياها. اثنين من وضع التمدد، يعني العضلات مرتخية والفقرات بوضع السكون، يعني مو صالحة للعمود الفقري وكشف المشاكل مالته. 3 غير واضحة، قلنا عليها سودة مصخمة، يعني ما تقدر تعرف الأبيض مالها ولا حواف الفقرات ولا المفاصل. نقطة رقم 4 هي الأسوأ. ليش انمنعت قبل 30 سنة في أوروبا؟ لأن تسبب السرطان. الرجل تأثر على الخصوبة مالته، والامرأة تضرب الرحم وتتعلق بالرحم الأمواج والإشعاع. يعني من يطلع عندكم الابن اللي مسوي هاي الأشعة راح يصير به تشوهات ولادية. فانقذوا أولادكم وانقذوا صحتكم من هاي المشاكل. شنو البديل؟ يعني أنا أشتغل بالبايوميكانيك وأتعامل بالمليمترات وبالنيوتن اللي هو 10 كيلوغرام. عندي أكاديمية أريد أفهمك وأشرح لك أنت إيش عندك على مود نقدر نطلع بنتيجة إنه آنياك نشتغل ضد مشكلتك حتى تخلص منها وحتى نفرح بيك. هذه أشعات ديجيتال، الإشعاع مالها يكون 1% من ذيك الأشعات اللي شوفتك إياها قبل. يعني أقدر هنا أشرح لك يا فقرة، أقدر أشرح لك الحافة مال الفقرات وش قد سمك الغضاريف وشنو الشيء الجديد والعجاجات والفرق بطول الأرجل. تقنية حديثة وموجودة بالعراق، متوفرة وسعرها جيد ومو ذاك الفرق، لكن تضمن بي أولا أنت تعرف إيش عندك بالضبط، تبدي تفهم. يعني إحنا ما نريدك تبقى أنت ما تفهم، هو دا يجيبوا لك وحدة سودة مصخمة حتى ما تفهم، حتى فلوس عليك أنت ما أدريك، جيب هاي ودي هاي هاك هاي العلاقة. أنت دير بالك، أخذ حذر. هسه أريدكم تتجنبون المعادلات الفاشلة الموجودة بالمجتمع. كل ما صار عنده ألم ظهر يقول لك انزلاق، كل ما صار عنده ألم رقبة يقول لك سوفان، ألم الرجل لازم أسوي له عملية، انزلاق يساوي لازم أروح أخذ له راحة، نوم على الأرض صحة. ماكو هيك إخوان، هاي مدري منين جايبيها. زين، اطلبوا أدلة علمية على وجود الانزلاق. يعني إذا طبيب قال لك انزلاق قل له دكتور أريد أدلة علمية. شلون تعرف الأدلة العلمية؟ إذا أنت ما تعرف راح أعلمك. الغضروف يسمى ديسك، إذا صار به بروتروجن أو بلج يصير غضروف قبل أن ينزلق. لاحظ عندك الصور الاثنين، العلي يسرى ديسك بلج، العلي يمنى ديسك بروتروجن، ذني مراحل ما قبل الانزلاق. أما إذا كتب لك بالتقرير ديسك اكستروجن، هذا الأخير الجوا، هذا هو الانزلاق. هذا يمثل 1% من الإصابات مال العمود الفقري، يعني نادر الحدوث أخوان. فأنت هسه أعرف بالتقرير إيش كاتب لك، بروتروجن أو بلج. إذا ما تعرف اسأل لك واحد يعرف، وأعرف عندك انزلاق لو مو عندك انزلاق. اللي يقول لك عندك انزلاق وأنت عندك بلج وبروتروجن قل له ده تضحك علي أنت يا سيادة المحترم.
هسه لا تقول بعد ما عرفتها. شغلة واحدة لازم أعلمك عليها ولازم تعرفها على العمود الفقري، إنه 95% من آلام الظهر تأتي من هذه العضلة عندما تفقد وظيفتها. هاي في حالة كانت أمراض بالعمود الفقري أو غير أمراض. يعني حتى المرض اللي بالعمود الفقري يضعف العضلات، فمن تفقد العضلة وظيفتها يتخربط العمود الفقري بالزايد. أما 84% من مشاكل العمود الفقري فهي إخوان غير مرضية unspecific lower back pain. فأنتوا لازم تعرفون إنه هاي العضلة هي المسؤولة عن العمود الفقري، وهي هاي أهم عضلة بجسم الإنسان بعد القلب. الأشعات من وضع الوقوف تشوفنا شنو؟ المسببات اللي تكشفها الطب الكلاسيكي ولا الرنين. يعني عندك هاي أشعة من وضع الوقوف توضح لك شكو شغلة ممكن تصير بالعمود الفقري اللي الرنين ما يوضحها والطبيب ما يعرفها لمدارسها. فانتبهوا على هاي الحالات، وأتمنى أن تكون هذه الفكرة وصلتكم ونالت رضاكم. تقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمد.